الناس محبوسه ومش عارفين نطلعهم ولا نعمل لهم اجراء في القضايا لان القضيه مش موجوده. النظام بتاع الارشفه او العداله الجنائيه اللي السيد النائب العام عمله من سنتين او اصدر قرار بيه من سنتين، كل القضايا بتروح مكتب السيد النائب العام في القاهره وتترفع على السيستم على الكمبيوتر، واللي عاوز قضيه في الاقاليم بيبعت للارشفه. لو القضيه مش موجوده على السيستم عنده بيبعت لهم يرفعوها على السيستم واحنا ناخد منها صوره. دلوقتي في قضايا مش موجوده على السيستم اصلا ومش موجوده في نظام الارشفه اصلا لان القضيه ضاعت اثناء تم نقلها من الاقاليم لمكتب السيد النائب العام. انا عندي ناس محبوسه في قضايا فيها تصالحات، عايزه اقدم طلب تصالح للمحامي العام او اقدم طلب فحص متنوع، والناس محبوسه اوريدي مش عارفه اخرجها علشان القضيه مش موجوده. طب ابعت لهم في الارشفه في القاهره يرفعوها لي على السيستم وطبعها يقول لي هي مش موجوده اصلا، يعني ما ينفعش يجيبها. يعني في قضايا ما بتبقاش موجوده فببعت لهم يرفعوها على السيستم واطبعها لك، وفي قضايا مش موجوده اصلا على السيستم فمش هينفع يرفعوها لك، ملف القضيه نفسه ضاع. والمشكله بقى ان مفيش حد عنده حل، يعني مفيش حد عنده حل. مهما ندخل لحد هعمل لك ايه؟ القضيه مش موجوده عندهم في الارشفه عشان يرفعوها واحنا نطبعها. طب والناس المحبوسه دي على قضايا فيها تصالحات، طب انا عايز اعمل تصالح، عايز اخرج الراجل اللي محبوس. لو انت عندك صوره بقى من القضيه هاتيها واحنا نعمل لك ملف ونرفعها لك. اي حد هيجيب صوره قضيه كده ويقوم مقدمها للمحكمه ترفعها؟ احنا عايزين حل. انا عايزه حل. الناس اللي محبوسه وقضاياها مش موجوده في النظام بتاع العداله الجنائيه او مش موجوده في الارشفه علشان نعمل لها تصالحات او نعمل لها معارضات استئنافيه ويتحدد لها جلسات علشان نخلص من القضيه. نجيب ملف القضيه منين؟